السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حياتي في اليابان. فيديو النهاردة هو احتفال التنباتة. أتمنى أن الفيديو يعجبكم. حر جدا أوي. حر جدا جدا. ناوتشان أخت زوكي كانت أجازة في اليوم ده وجات لنا وهنروح نتغدى في مطعم سوشي. كيكو ما كانت في الشغل والأطفال مالك وكريم في الحضانة، لكن هناخدهم النهاردة بدري عشان نروح الاحتفال.そうだね。キムチっぽいね。これキスっていう名前の。びっくりした。キス。びっくりするでしょ。あれでよくあるやつよね。天丼。天丼の中にも入ってたりする。のみ。誰もわかりません。でしょ？うん。この感じ。これも？誰かわかりません。ブラブラしますよ、稽古のとこだから。いいですか？ちょっと見た？いいですか？稽古のとこだ。ブラブラ。いったもうねんってやつ。よし、ゴー。じゃあ、なおちゃんはなおちゃんから変えないといけないね。ダディとチェンジ。下までつかないよ。つかないじゃあ、シュート履きまーす。ね、Tシャツがいっぱいいるよ。シューズ履いてね。なんで警察いっぱいいるの？人がいっぱいいるから。これだね。あ、本当だ。夕焼けだ。明日も天気かな。今はもうなってきてる。本当だ、暗くなってきた。カリム君前よ、前だ。なんで小牧の人はここから来てんだろうね、なんで、あ、割り小巻きだから。ね、ダディがバックしたからよかったね。ね。これで通らせました。うん。ダディがバックしたから通りましたね。あんなこの道もちょっといかんな。あ、本当？混んどるんじゃない？うん。40キロなんかあるね。だいぶ速いっすよ。入ってるの知らなかった。الطرق بتبقى زحمة قوي في أيام الاحتفالات دي. الاحتفال ده اسمه احتفال التنباتة، اتكلمت عنه قبل كده. هو بيبقى 4 أيام في أواخر شهر 7، خميس جمعة سبت وحد، ومش بياخدوا أجازة فيه ولا أي حاجة. الباركينج بتبقى مزدحمة قوي، والمتاح فيها بيبقى مثلا مكان بعيد شوية أو بيبقى غالي جدا. それはこっちのや。違う、チルドにもつけあ、た。本当つけた？うん、これ大人よ。はい。とりあえずこれ大きいね、こっち行った方がいい。かっこいいね。アシュン君がね。これ冷たい？大きい方で、なおちゃんのこれ、ちゃんこれ。冷たい？البتاع اللي حطينا دي حول رقبتنا هي بتبقى زي التلج كده عشان بترطب شوية في الجو الحر ده، لكن الحمد لله من العصرية كده والجو بقى هوا شوية، فالجو مش اللي هو حر قوي يعني. ここでか。ね。オッケー。おお。で、回転なのこういうとこは。 الاحتفال ده مشهور خاصة في المدينة دي، فبيجوا أشخاص كتير جدا من أماكن مختلفة، فالمكان بيبقى زحمة قوي قوي. الشرطة بتوقف الطريق تقريبا عند الاحتفال كده، وبتبقى في شرطة المرور موجودة والشرطة طبعا والمطافي بيبقوا كل دول موجودين. المرة دي رحنا آخر النهار عشان الجو يكون يعني رطب شوية، خاصة إن الحر السنة دي شديد قوي. رحنا كده متأخر، لكن الجو الحمد لله زي ما قلت إن هو مكانش حر قوي.
من أشهر حاجات هي رقصة التنباتة أو البوندانس، وبتبقى تقريبا من الساعة 7 لحد الساعة 8:30 في ال4 أيام بتوعة الاحتفال.これが大きな声だったら届きた。皆さん届いてますか？يدينا تقريبا في كل مكان شكل مبهج قوي. أنا عامة بحب الألوان المبهجة اللي زي دي. احتفال التنباتة هو له معزة خاصة بالأخص عند الأطفال، لأنهم هم بيعلقوا فيه أمنيتهم على ورق وبيعلقوها، يعني اللي نفسه مثلا في لعبة، اللي نفسه نطلع مثلا كذا، فبيكتبوها ويقوموا معلقينها.並んでますね。はい、僕何味ですか？いちご味。はい、僕何味ですか？いちご味。いいね。アメル味。あ、見る味。まだ何も聞いてません。いちごくださいして、カリム君もいちごくださいして。いちごください。من الحاجات الأساسية اللي بنشتريها في احتفالات الصيف أو التنبتة بالذات هو الكاكيوري. هو عبارة عن ثلج مبروش أو مجروش، بيبقى ناعم قوي وخش كده زي القطن، وبيحط عليه نكهات، يعني مثلا فراولة، ليمون، كانتالوب، مانجا، الحاجات دي كلها. طلبنا فراولة لمالك وكريم، نوتشان ليمون، مشونكو كانتالوب، وكيكو ماما الماتشا اللي هو الشاي الأخضر. أما بالنسبة لي أنا كنت متعودة على طول أنا بجيب اللي هو بطعم المانجا، لكن المرة دي مش لقيت طعم المانجا. これ多分取れるよ。俺できたやったこれなんかベタベタするのみんなとこまちんとできるはるみくん上手。もう食べれる？どう？緑美味しそう。今日のね、あそこもそうだったね。ちょうどなおちゃんたちが出てた時にすんごいね、人が来てる。レモンの味はないの？もうないんじゃない？あ、まだあった。みーちゃん食べててよ、みーちゃん。なっちゃう。高いとこ来たここ。رقصة التنباتة بتكون بالأخص بالليل أكتر، فبيتلموا الناس فيها. كريم كان متفاعل قوي في الأول بالذات يعني، بس بعد كده مفيش شوية لقيتهم إن هما اختفوا، هو مالك وكريم وكيك ماما وناوتشان، ومش عارفة راحوا فين. لكنهم رجعوا وظهروا تاني ومعهم بطاطس وحاجات. اكيد طبعا مش بنشتري حاجة اللي هي مش حلال، يعني مثلا بطاطس كاستيلا، الحاجات اللي هي العادية دي. بعد ما الاطفال اكلوا بطاطس وشربوا المشروبات
كنا خلاص الوقت متأخر تقريبا 8:30، وعشان ميعاد النوم والشاور وكل ده اتأخر طبعا في اليوم ده، روحنا البيت. رحنا يوم تاني الاحتفال، المرة دي رايحين هو هدفنا هو حضور الكوسبلاي، لكننا قررنا ورحنا متأخرين، كان خلاص بدأ الاحتفال خلاص. المرة دي الجو مش مغيم، فألوان زينب باينة زاهية وجميلة قوي من اليوم اللي فات. الكوسبلاي مش محترفين، ولكن هما هو بيشتركوا في الاحتفال، بيلبسوا اللي هو أو بيقلدوا شخصيات مثلا في الأنمي أو في الأفلام وبيعملوا عرض بيها. الطريق والميعاد بيكون متحدد بالفعل. أكتر حاجة ضحكتني هي ردة فعل كريم ليهم والهيصة اللي كان عاملها وقتها. جبنا تاني اللي هو كاكي جوري، والمرة دي أنا جبت طعم فراولة. وبكده ينتهي فيديو النهاردة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناة. هتلاقوا قناة أختي قناة لاريسمس أكتنج بتقدم فيديوهات جميلة جدا، أتمنى تزوروا قناتها وتشجعوا بالاشتراك فيها. وشكرا لكم، إن شاء الله فيديو جديد، إلى اللقاء، باي باي.